السلام عليكم. النهارده أول 5/2015. شجرة البولونيا. جميع أشجار الأخشاب تعتبر أشجار زينة لأنها غير مثمرة، وشجرة البولونيا من هذه الأصناف، أشجار زينة وإنتاج أخشاب وبروتين عالي في الورق ونسبة أزهار عالية. ده مثال لشجرة بولونيا اتزرعت زي ما قلنا أنسب وقت ليها آخر 5/2014. دي اتزرعت آخر 5 أو آخر مايو 2014. قلنا بحوالي شهر. حاول تجيب الشجرة حوالي شهر، الجدر بيتكافئ على التربة ويبدأ يتحرك، يبقى كده لغاية 30/6 ما يبقاش فيه نمو، وبتنمو شهر 7 و8 و9. 3 أشهر دول ادي 3 متر لغاية فوق. تمام؟ هنا احنا سايبين دي كمثال لاشجار الزينه. يعني ايه مثال لاشجار الزينه؟ هي طلعت 3 متر، ورق وقع واصبحت عود خشب فقط لا غير في الشتاء. فجه الربيع ده او جه اول 4 السنه دي، طلعت الافره دي في اخر متر اهو، يعني اهو من هنا لغايه اول الافره حوالي 2 متر، وطلعت الافره في المتر الاخير. هتفرع، هتدينا ورق كتير جدا لو عايزين ورق لاعلاف، هتدينا ازهار كتيره جدا لو عايزين للمناحل. فبالتالي خلاص هي تبدأ تطول، ولكن العود الأولاني ما كملش ال4 متر اللي هي الأساس لإنتاج الخشاب. دي كده شجرة بولونيا اتربت من أجل الزينة أو من أجل المناحل أو من أجل الورق الكثيف عشان البروتين 18% فيه. نيجي لمثال آخر بقى لازق فيه على طول، جنبه على طول، مش في أرض تانية، مش في تربة تانية، مش في مية تانية، بنفس الشيء. دي اختها اتزرعت في شهر 5 اللي فات اللي هو 2014، توقفت شهر 6 او نمت كجدر في شهر 6، وفي شهر 7 و8 و9 ادت ال3 متر. اخت اللي هناك دي عليها شهر 10 الورق وقع فاصبحت حته خشبه طولها 3 متر. انا عايز بقى انتج من دي اخشاب، رحت جاي قاطعها من على وش الارض، قطعتها من على وش الارض، تقوم تطلع لي عود جديد اهي. جت بقى اول 4 بدأ يتم نمو جديد في اول 4/2015. من اول 4 لغايه النهارده اول 5 اكتر من متر، اعتقد دي متر ونص. يعني النهارده احنا بنقول 9/5، مش اقل من متر ونص اهي. انا 175 متر ونص، انا بقف جنبها عشان ابين. يبقى شهر 4 السنه دي و5 و6 و7 و8 و9، 6 اشهر هتديني 6 متر عود. اولا عزمه اشد، عدل برضو، هي في جميع الحالات بتطلع عدله، لكن عزمه اشد لان طالع من جدر متربي بقاله سنه اللي هو صيف التربيه اللي حكينا عليه. برضو الورق بتاعها فيه البروتين 18%، وبرضو ممكن نستخدمه علف، وبرضو هنستخدمها منحل، بس اساسا خشب. هنا لما هيطلع لي 6 متر السنه دي 2015 هتطلع لي 6 متر. الورق هيقع في شهر 10 وهترجع حته خشبه طولها 6 متر. في 2016 اخر متر من ال6 متر هيبدا يطلع افرو، هيعمل تاج، اصبح عندي صافي 5 متر. الصافي ال5 متر ده هطلع منه يا اما العرق ال4 متر اللي انا عايزه، يا اما العرق ال5 متر اللي انا عايزه، سواء بقى عروق ومراين واوراق. عود عدل انتاج اخشاب. يبقى لغرض الزينه اول صيف لتربيه الجدر، ومش هقطعه اللي هي الشجره اللي ورانا دي، ده الغرض الزينه، مش هقطع، هشتغل من اول صيف. لغرض الاخشاب او انتاج الاخشاب تاني صيف هقطع.